يا ترى كم مرة حسيت إن اليوم خلص وإنت ما عملتش أي حاجة مفيدة؟ دي بالظبط كانت حالة مازن. كان بيشتغل كتير بس مش بيوصل لحاجة. مازن اكتشف إن في 3 أخطاء يومية بسيطة بتضيع منه عمره وهو مش حاسس. أول غلطة التصفح اللانهائي أو ما يسمى بالسكرولينج. كان بيمسك التليفون عشان يشوف إشعار واحد يلاقي نفسه ضيع نص ساعة. الوقت اللي بيضيع في تصفح حاجات مش بتفيدك عمره ما بيرجع تاني. تاني غلطة البدء بدون خطة واضحة. مازن كان بيبدأ يومه عشوائي، يفتح ملف، يفتكر مكالمة، يرد على إيميل، كل حاجة في وقت واحد. لما بتبدأ يومك من غير ما تحدد أولوياتك بتكون ماشي في ألف طريق مش بيوصلوا للغاية. مازن اتعلم إن أهم خطوة هي كتابة المهام بالترتيب. التخطيط بيوفر عليك 80% من المجهود الضايع. الغلطة التالتة والأخيرة الانتظار للوقت المثالي. كان بيقول هبدأ لما أكون جاهز، لما ظروفي تتظبط. الكمالية الزائدة perfectionism هي أكبر عدو للإنجاز. مازن فهم إن الخطوة الناقصة أحسن من 1000 خطوة متمشتش. الإنجاز مش بيجي من المثالية، بيجي من البدء. لما مازن بدأ يتجنب ال3 أخطاء دي حياته اتغيرت تماما. بقى عنده وقت يقضيه مع أهله ويتعلم حاجة جديدة مفيدة. تذكر، انت المسؤول عن إدارة الوقت مش الوقت هو اللي بيديرك. لو استفدت من قصة مازن سيب لنا رأيك. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. وانتظرونا في الفيديو الجاي اللي هيكون فيه مفاجأة مهمة ليكم.